Ladies and gentlemen، اهلا بكم في رحلة افضل نسخة من نفسك. رجاء قربت الاحزمة لاننا على وشك الاقلاع نحو محطة جديدة، محطة اسمها كيف نتعامل مع الفشل والاحباط. عدينا اكتر من 70 يوم من رحلة 6 شهور من المحاولات، من التحديات، من انك تحاول تكون انسان افضل. هل ده فعلا فشل؟ لا، احنا لسه بنبدأ ولسه ال6 شهور ما خلصتش، لسه في امل، لسه في بداية جديدة. في نص الطريق طبيعي جدا ان احنا نحس بالاحباط وانك مش قادر تكمل. في ناس بتبدأ بحماس وتتفرج على فيديوهات تحفيز ويلا انا هبدأ من النهاردة، عارفة كل الكلام ده، وتكتب اهدافها، وبعد اسبوع واثنين وثلاثة كل حاجة تقف والحماس يختفي. لكن هنا السر، مش كل سكوت ليه نهاية. احيانا السكوت ده هو بيعلمك ازاي تقف صح وتمشي في الاتجاه الصح. اي عادة في الدنيا عشان تكتسبها محتاجة على الاقل 21 يوم من الالتزام، تمام؟ لكن مش معنى انك وقعت في اليوم الخامس او العاشر او 100 انك تبدأ من الصفر. لا، انا مش عايزك تبدأ من الصفر من النهارده، انا جاي اقول لك ما تبدأش من الصفر. المهم انك ما ترجعش لعادتك السيئة دي تاني. لو ما قدرتش تصحى يوميا بدري، على الاقل ما ترجعش للسهر تاني. لو ما قدرتش تجري يوميا، على الاقل ما تقعدش على الكنبة وتمدد رجليك 24 ساعة. لا، لو ما قدرتش تلتزم باكل صحي كل يوم، على الاقل ما ترجعش للوجبات السريعه كل يوم. حاول واحده واحده عشان تعرف تستمر ويكون ده اللايف ستايل بتاعك. احنا مش بنعمل حاجه كده ونجري، لا، انا عايزه الحاجه دي تكون لايف ستايل بتاعتك، مش فتره وتعدي. احنا عايزين حياتنا تبقى كده على طول، الاحسن وافضل في كل حاجه، في عقلك، في جسمك، في قراراتك، في قلبك، في حياتك عموما، كل حاجه. حاول تركز على تحسين نفسك بنسبة 1% يوميا. قلل الكلام السلبي لنفسك واتكلم مع نفسك بإيجابية أكتر. صدقني ده هيفرق معك قوي. اعرف ان أهم وأحلى مشروع في حياتك انك تستثمر فيه هو نفسك دلوقتي. كل الناس اللي انت شايفها ناجحة دلوقتي وعملت حاجات تقول الله، هي عملت حاجة واحدة بس، استثمرت في نفسها وقتها الصح. عندها حسن الظن دايما بالله. انت محتاج بس انك تصبر. التغيير محتاج وقت ومحتاج صبر. احنا بنتكلم يا جماعة عن 180 يوم، يعني 4320 ساعة. تخيل كام كتاب ممكن تقرأه، كام مهارة ممكن تتعلمها، كام علاقة ممكن تحسنها. لو استثمرت في الوقت ده وفي نفسك بجد دلوقتي، هتعمل حاجات كتيرة جدا. واهمهم واول خطوة انك تبدأ بيها دلوقتي الخطة. اي خطة قدامك دلوقتي ابدأ بيها. مش قصدي اي خطة في العالم، لا، خطتك انت مهما كانت ناقصة، مش كاملة، مش عارف تبدأ منين، تبدأ فيها من دلوقتي. الفشل مش علامة انك ضعيف، الفشل علامة انك بتحاول. ممكن اديكم امثلة كتير بس انتوا عارفين كل حاجة. مش مهم انك ما تقعش، المهم انك ما تفضلش واقف في مكانك. في الاخر الفيديو ده لو وصل لك صدقني بالصدفة، يمكن هي دي الرسالة اللي انت كنت مستنيها عشان تقوم تكمل الرحلة. انا عن نفسي بحاول، وانت كمان لازم تحاول. احنا كلنا بنحاول، احنا لسه في بداية المشوار ولسه قدامنا محطات كتيرة قوي ان احنا المفروض نتخطاها. احنا دلوقتي في شهر 11، فاضل 12 و1، يعني لسه فاضل شهرين. لازم ان احنا نعمل على الاقل نعمل مجهود كبير قوي عشان نعرف ان احنا ندخل على السنة الجديدة بنفسية مختلفة، بعقل مختلف، بقلب جميل ومختلف نضيف كده من جوه، مفيش خالي من اي سموم خالي من اي سموم. انت مش محتاج اي حاجة دلوقتي غير وقت تفضيه، ورقة وقلم عشان تكتب الحاجات اللي انت عايز تعملها في يومك. تالت حاجة انك انت تتكلم مع نفسك بطريقة ايجابية وتقول لنفسك انا هعمل كذا، انا شاطر. يا جماعة متضحكوش على نفسكم يا جماعة، بجد الموضوع ده بيجيب نتيجة. لكم ازاي تعملوا كده بجد في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وهل فعلا الموضوع ده بيجيب نتيجة ولا لا. Ladies and gentlemen، وصلنا لمحطتنا الأخيرة النهائية في هذه الحلقة، لكن رحلتنا لسه مستمرة. رجاء قربت الأحزمة والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سيبولي في الكومنت ايه اللي نفسكم تحققوه الفترة اللي جاية، والعادة اللي حابين تكتسبوها الفترة اللي جاية.